يو واش العشرين، جيسبيغ تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبأحسن الأحوال. معكم خوكم عبد الرحمن فيديو جديد. اليوم إن شاء الله واحد الفلوغ اللي تقريبا متواضع كما كنقولوا. دابا يلاه إن شاء الله باينين فلوغات والله يسر لنا الأمور. اليوم إن شاء الله غادي لونطريمي ديالي، فقلت علاش لا نشاركش معكم لونطريمي ديالي، وفي نفس الوقت بحال هاد الفيديو يقدروا يموتيفيو بزاف ديال الدراري، لأن لونطريمي راه شي حاجة اللي زوينة وشي حاجة اللي واعرة. فإلا جمعتي ما بين الفراغ ولونطريمي وصلاتك واش باغي عصا واش باغي لونطريمي والصالة والقراية والطريقات، فشي حاجة اللي زوينة بزاف. فاجي نشارك معكم اليوم كيفاش كندوز لونطريمي ديالي وشنو الوجبة اللي غنقاد. واحد الوجبة زوينة تاهي نوريكم كيفاش كادو اكل اقتصادي للطويرات الوليدات الصغيور اللي عندكم، ثم تشريو ديك الماكله اللي بتتباع في الزنقه بثمن غالي. هادشي كامل ان شاء الله تعرفوا بلي في الفيديو. منساوش معكم عطلي لايك سبسكرايب. ودابا الخوت غادي نوريكم اول حاجه بعدا ديك الماكله اللي قاديت الوليد، وكذلك كنقاد واحد العصير على قبل لونطريمون الخوت، زعما باش نصحاحوا اللعيبات. المهم بالنسبه للخوت الماكله راه كتجي على شكل كما كتشوفوا، راه بحال اللي كتباع في الزنقه لا فرق. المهم بالنسبه للمكونات اللي فيها عندك الشوفان، وغادي تحتاجوا كذلك الخوت العدس الاحمر، وغتحتاج كذلك لشي بيمو يكون ديال الزرع من الاحسن، وغادي تحتاج كذلك الزوان، الزوان ضير والزوان طويل تخلطهم بجوج. المهم غادي تشد كاع دوك المكونات، نزيد عليهم الشوفان، تشد كاع دوك المكونات وتحاول انك تطحنهم. ملي تسالي الطحين ديالهم حاول انك تغربلهم بشي غربال ولا شي تقشيره رقيقه ولا شي حاجه باش يتحيدوا داك الطروفه واللعيبات. المهم هنا قاديت الخوت طحنت واحد شويه ديال الشوفان على حسب باش نخلطوا مع داك العصير اللي قلت لكم باغي نقاد ان شاء الله على حساب لونطريمه. المهم نقاد واحد العصير اللي هارب بزاف الخوت اللي باغيين يقصيو، غنديروا الفريز، غادي ندير كذلك البنان. والله حتى كيطلع واحد العصير اللي خطير الصاط، والله الا خطير. وغادي نديروا كذلك داك الشوفان اللي طحنا، راه الشوفان ملي كطحنوا راه ما كيبانش. وغادي نديروا الحليبه الخوت، ونزيدوا السكر اولا السنيده، هي اهم حاجه باش يجي داكشي بنين ناضي. وهنا كنطحنوا الخوت، ها هو كيدور 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 كيدور، وهاو صافي طحناه. اجي نذوقوه دابا كيفاش جا، والله وتا شوها من اللون ديالو كيبان هارب. المهم هنا كوبيت الخوت واحد شويه باش نذوقوه ونشوفوه كي جا. واو واو واو، عرفتي واحد المذاق اش نقول لكم الخوت، تا والله تا واحد المذاق اللي هارب بزاف بزاف الخوت. صافي الخوت هنا مشيت لونطريمه، ترينيت واحد شويه الصراحه. اخيب حاجه هي فاش كتمشي تريني وما كتكونش عندك الكانه باش تريني، والله الا مصيبه. صافي ترينيت شويه، ترينيت في الماكينه وشي ماكينات قلال. صافي هذه اللي صورت. صافي هو الخوت هنايا رجعت للدار، تكيت جالس خدام واحد شويه ديال كنقرا واحد شويه ديال الكونطا الا عرفتوا الناس ديال لافاك اللي غادي يعرفوها. المهم جالس تما كنقرا وفكرت اليوم الجو زوين واللعيبات نخرج باولو وعصفور. ها خرجنا باولو اخو، شوف الجمال تبارك الله. قولوا الخوت ما شاء الرحمن، والله الا تبارك الله ما شاء الرحمن. باقي نتعقلوا على باولو كي كان صغير كي تشوف دابا تبارك الله ما شاء الله. هنا الخوت حطيته باش نعيط ليه، ها هو باولو تاجي، ها هو كيبغي يجي عندي الخوت، ولكن داك القلع اللي درت للطابله كيبقى يشد لي رجلي. ها هو جا عندي تبارك الله، شوف ما شاء الرحمن، والله الا تبارك الله باولو اللهم بارك. هنايا الخوت خرجت واحد جوج قفيزات على حسابي يتشمشوا. والمشكله هنا كاين واحد الخويه، بغيت نخرج عصفور ولكن نتوما عارفين عصفور كيطير، عصفور داصر ديال المعقول. فغادي نحاول الخوت هذيك البلاصه نحاول انني نسدها، راك نتوما عارفين عصفور وفضولي وكيطير جامع بجوج بحال بحال شي دري صغير بحال ما كاك. المهم هنا بعدا اول حاجه ندوش اليوم، عاد ديك الساعه نسد داك الشريجم، ها هما جالس كندوش اليوم، جاو مشيمش ناضي. واخا الصراحه هاد الايامات كاينين الشتا، ولكن هاد النهار بالضبط طلعت واحد الشميشه اللي زوينه والجو سخون، قلت اللهم نستغلو وندوش لهم. وكنلاحظهم كيبغيو يدوشوا في الشرابات، هما جالسين كندوش ليهم. هاد القفيز راه داير فيه غير نتاوي تبارك الله اللي كانوا خدامين، عزلتهم الخوت، اللهم نعزلهم ونتهناو. ها هما عزلتهم الخوت هنايا راه ناشطين تبارك الله، انا رديتهم. المهم دابا الخوت غادي نحاول نسد هاد البلاصه
وهما الفراخ الاخرين داك القفيز تا هو راه خرجتو، هذاك راه فيها تقريبا شنيبرات راه بداو كيوجدوا تبارك الله، راه ما خليناهم تما. هنايا الخوت صافي مشيت باش نخرج سي عصفور. عصفور انا كنسميو عصفور الفضولي، عرفتي يا خوت، وراه فضولي وقبيح، قبيح في نفس الوقت. الناس اللي مربين ليزانس اللي غادي يعرفوك شو تبارك الله. عرفتي هذاك اللي كيكون حاكم في الدار هو عصفور، هو ما كيخلي تفرخ على راحته وما كيخليني على راحتي، ها هو تبارك الله جالس كيطير اللهم بارك. باش كيعجبني عصفور هو انه كيبقى ناشط واخا ما نخرجوش كاع الزنقه، وكيبقى ناشط في الدار، والله الا في الدار كيخلق السعاده تبارك الله، كيبقى يدور يفرفر. راه هو باولو، ها هو السي عصفور تبارك الله ما شاء الرحمن الخوت اللهم بارك. والله الا الصراحه لي زين سيبارابل راه زوينين، شو كيبرقك شو والله الا الخوت واحد الجو كيخلقوه راه ما يمكنش، والله ما يمكن. الناس اللي مربيه ليسانس اللي غتعرف. هذا السي باولو كبير، واخا باولو راه صغر من عصفور ولكن راه بعقله. اول خوت هنا راه طار، راه ما كيتحاملش هو وعصفور. والو والله ما كيتحامل هو وعصفور. عندك بحال شي مشفار بحال ما هكاك، عصفور راه قبيح وكيبقى يسلخو، داكشي علاش ما كيتحاملوش والو. هنا كنعيط ليه والو ما بغاش يجي، مشى شاف عندي عصفور والله الا جا عندك والو. ها هو السي عصفور، هانتوما انا جالس كنعيط ليه اجي يا باولو اجي، والو ما بغاش يجي. ها هو السي عصفور اللهم بارك الخوت. الصراحه اللي باغي يربي شي طويار يونسو، وخصوصا شي واحد اللي كان فيه شي اكتئاب ولا شي لعبه، والله الا كنصحك بليزانس الصراحه غتخلق معاهم واحد الجو اللي واعر بزاف والله العظيم. غتخلق معاهم واحد الجو اللي زوين وهما ناشطين بزاف، راه اكثر من البيروش تبارك الله، والله الا اكثر من البيروش. ها هو جالس كيطلع لي انا في راسي، ها انتم اللهم بارك. والله الا سبحان الله راه كيفرح الخوت فاش كنخرج، كيفرح ديال المعقول، دير لي سويعه تقريبا كنخرجوا في النهار كيفرح، او لاصق ليا في كتفي وبالزوين ما يتفارقش عليك والو. وعاد باش تزيد عليها ولا ولا مصاحب مع واحد الزويجه ديال لي زانس معلقه في واحد البلاصه، ولا مصاحب معاهم ان فوا كنطلقوا كيلعب معايا شويه كيخبر كنعرفو مشى عنده، كيمشي عندهم يبقى مقصر معاهم تما، وبزاف باش كنعاود ندخلو والو، كيبغي يبقى خارج ويبقى يلعب معاهم والله الا واحد الجو اللي هارب. راه هو الشيء راه قلت لكم راه فضولي، راه جاب الله مشي سدي ديك البلاصه، راه هو مشى جالس كيطلع على دوك الوليدات الصغيورين، ها نتوما كيطلع على دوك نتاوي، ها نتوما شوف وفضولي الخوت والو والله ما يتزاقلش معاك، فضولي بزاف داك عصفور والله الا فضولي. ولكن الله الا الصراحه اللهم بارك كنخلق مع واحد الجو اللي زوين. المهم هنا نقدروا نقولوا وصلنا للنهايه ديال الفلوق ديالنا. ما كرهتش الى عجبكم الفلوق ما تنساوش معكم واحد لايك سبسكرايب. هذا فلوق في الدار، ما عرفتش واش كتعتبروه فلوق ولا لا، راه الله بانين في فلوقات. نتمنى تدعمونا بلي لايك سبسكرايب وبيس ليكم خوش.